حاضر حاضر يا ست الكل، اصب العصير وانا مجهزاه اصلا. بسم الله. ايه جميل. ايه يا ايه حبيبي؟ يا حبيبي؟ ايه ده اللهم صل على النبي. عامله لكم بقى شويه عصير مانجا وشويه فراوله وشويه موز. تسلم ايدي. ايه رايك؟ بس مش ليك على فكره، الكلام ده لست الكل. انا عاملاهم لها عشان هي طلبت مني والله فراوله وطلبت مني موز، فانا قطعت لها الفاكهه دي وهم ليها. وانت واختك بقى ليكوا العصير بس. 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 خلاص يا ستي، شرب انتي واختي العصير وانا مش عايز حاجه. لا يا حبيبي، الف انا عليكم. كفايه ان انتي بس ايه بتحبي اهلي. اهلك دول اهلي. انت بتقول ايه بس؟ انا عارف ان انتي كان نفسك يكون ليكي شقه خاصه بيكي، مش نتجوز في اوضه في شقه امي. انتي كنت شايفه الظروف ماشيه معايا ازاي في الاول. بصي يعني انتي بنت اصول، وابوكي كتر خيره، ما انا مش ناسيله الجميل ده ان هو وافق ان انتي تتجوزي معايا، نتجوز في اوضه في شقه امي، واختي كمان قاعده معانا. يعني الجميل بتاع ابوكي دوت بالله، يعني لو انا هقدر اسدهوله، حتى لو عشت عمري كله مش هقدر اسدهوله. بص يا حبيبي، صلى على النبي. ابويا ما عملش جميل معاك ولا حاجه. لا. ابويا كان عايز راجل لبنته، وهو بيثق فيك وثقته في محلها. كفايه ان انت مقدرني ومعايشني متهنيه. ابويا بس كان عايزني اعيش متهنيه ومبسوطه وسعيده بس. ابويا ما كانش عايز اي حاجه تاني. ابويا كان عايزني اعيش مبسوطه وفي راحه بال، يعني عكس اختي. اختي لما اتجوزت كان جوزها جايب لها ب100,000 دهب، وكان عامل لها شقة كويسة وعنده عربية، وايه اتطلقت بعدها شهر بالظبط واتطلقت. هي مش كل حاجة الفلوس ولا المظاهر. ابويا ما كانش باصص لان كل حاجة الفلوس والمظاهر. ابويا كان باصص لان هي بتحبه وكان هيعيشها عيشة كويسة فكان وافق. انما بقى ابويا شاف فيك انت السند، ظهر، العزوة، الامان، راحة البال. وبعدين يعني انا مبسوطة معاك ومبسوطة مع عيلتك. كفاية ان هم مسليني ومونسيني وجنبي. احنا كلنا ايد واحدة. يعني انت ابوك الله يرحمه، فخلاص يعني انت ليك مين؟ مش ليك اختك وامك وانتي. وانا؟ طيب خلاص، روح شوف الباب وتعالى. حاضر، ثواني. والله ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا 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 يا نور عيني. والله العظيم انت ظهري وسندي وحمايتي واغلى ما ليا في الدنيا كلها. يا بابا. محمد اخويا. ماشي يا حبيبي، ينور. خلاص انا خلاص، انتوا اشربوا انتوا العصير وانا هبقى اعمل شويه تانيين. لا يا ست، هو نصيبه ان هو يشرب ايه كوبايتي. طيب اشرب ماشي. انتي الكوبايه بتاعت اختي. اختي ايه؟ هنخليها تعمل هي اي حاجه. لا يا حبيبي، هعملهم انا. فما تقولش كده تاني، انا راضيه بعيشتي ومبسوطه بعيشتي. يا حبيبتي، انا عارف ان انت، بصي انا نفسي احقق لك كل حاجه. كفايه ان انت بنت اصول وشايلاني وشايله امي واختي واخويا الصغير كمان. بصي هم بيحبوكي، مش معتبرينك جوز مرات ابنهم، معتبرين بنتهم. الحمد لله يا حبيبي. وغير كده كفايه ان انت شايلاني. حتى لما الظروف بتبقى في الشغل واقعه، انت ما بتتكلميش ولا بتروحي تحكي لحد. لا والله الحمد لله، انا مبسوطه. انا عايشه بالي مرتاح ورايق وعندي ظهر وسند. هحتاج ايه تاني من الدنيا؟ خلاص مش محتاجه حاجه. كفايه ان انت معايا في حياتي، موجوده في وكفايه حياتي. ان انت موجود في حياتي. ماشي يا بابا. بعد ما نخلص قعدتنا، امي واختي هيروحوا عند خالتي، وانا وانتي هنروح عند بابا. بابا اكيد نام، تيجي لا، نروح له الصبح. ما هو اللي متصل بيا النهارده وانا قلت اما اعمل لك مفاجاه. والله هو مستنيني. خلاص ماشي. 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 طب طيب خد الحاجة دي طلعها وانا اطلع وراك بالفاكهة على طول. ماشي. ماشي يا حبيبي. اوعي توقعيهم بس. عيب يلا. عليك.